الحمد لله الذي أطلع شمس النبوة والرسالة في الحرم الآمن والكعبة المكية، وختم بها النبوة والرسالة والكتب القديمة والأديان، واختار على سائر الأديان الديانة الإسلامية، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من أهل الخسران. فحفظت السماوات من الاستراقات السمعية، ورجمت الشهب كل رجيم وشيطان. وخص مكة لأنها أول بيت وضع للناس وبها قبلتهم الأولية، وبيته المعمور في الأرض، وإن كان لكل أرض وسماء بيت معمور مثله لعبادة الرحمن. وجعل الصلاة بمسجدها 100,000 صلاة فضلية، وصوم رمضان فيها بصوم 1000 رمضان، والعمرة فيه كحجة مع سيد الرسلية، والنائم فيها كالغائم في غيرها، وسفهاؤها حشو الجنان. وقسم رحمته بها على 120 جزاء ثوابيا، 60 الطائفين، و40 للمصلين، و20 الناظرين بالعينان. وجعل سواء العاكف فيه والبادي على حالة سوية، فهم وبده وضيوفه وجيرانه فنعم الجيران. وعند تمامه عليه الصلاة والسلام 40 سنة بعثه الله تعالى للعالمين إنسهم والجنية، وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على سائر الأديان، فشق صدره بحالة اصطفائية، وملأ قلبه بالأسرار التي يعجز عن تعبيرها كل بيان، وذلك في ليلة الاثنين المباركة في الليلة القدرية 27 من شهر الله رمضان. فأنزل عليه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا للبرية، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا في الأكوان، بكتاب أحكمت آياته ثم فصلت لمحو الشرك وثبوت الوحدانية، وعبادة الذي ما خلق الإنس والجن إلا لها سبحانه سبحان. فلما سمعت بذلك علماء الأمة النصرانية فاضت بالدمع أعينهم وخروا سجدا على الأذغان، وحببت إليه العزلة والخلاء، وكان يتذود للعبادة الليالي العددية، واختار لها غار حراء من أرض نعمان، فبدأ بالرؤية الصادقة تطمينا لحسم الظنون الغيبية، وصار لا يرى رؤية في النوم إلا جاءت كرؤيته بالعينان. فجاءه جبريل بعلم الصلاة والطهارة البدنية، وضرب الأرض فنبع ماؤها، وتوضأ أمامه وصلى ركعتان، فغطه مرتين بحالة حلمية، فقال له: اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ، فغطه الثالث بجهد وأرسله بكل اطمئنان، ثم قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان وأهله للعبودية، وعلمه بالقلم ما لم يكن يعلم من البيان، وسأله أن يراه بصورته الحقيقية، فإذا له 600 جناح سدت الأفق وأحدثت العجب في خير جنان، وفتر عنه الوحي شهورا 30 فاشتاق إلى تلك الأعراف الروحية، ثم جاءوا: بيا أيها المدثر، فرجع يرجف فؤاده وقال: ذملوني، فذملوه في الآن. فقالت له خديجة: كلا لن يخذيك الله، لأنك تحمل الكلا وتجزي العطية وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الزمان. وأخبرت عما ولغت، وكان قسا ذا علوم عبرية، فقال: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى ابن عمران، يا ليتني كنت حيا حين تخرجك عشيرتك الأغربية. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجا بكل عدوان.
وحمي الوحي فصار يحرك لسانه على حفظ الآيات المتلية، فجاءه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه والبيان. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما بلغ رسالة ربه بهمة عليا، وما قبل السعداء وعرض كل شقي فتان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور والحقيا وعلى آله وصحبه، واغفر لنا وارحمنا واهدنا وانصرنا واختم لنا بالإيمان.